أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين. القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم، ونزل في رمضان فأصبح سيد الشهور، ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي. ووالله الذي لا إله إلا هو أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا نزل القرآن في حياتك وفي يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم، وخير أيامك الذي يكون مع القرآن. لا بد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين. القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم، ونزل في رمضان فأصبح سيد الشهور، ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي. ووالله الذي لا إله إلا هو أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا نزل القرآن في حياتك وفي يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم، وخير أيامك الذي يكون مع القرآن. لا بد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين. القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم، ونزل في رمضان فأصبح سيد الشهور، ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي. ووالله الذي لا إله إلا هو أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا نزل القرآن في حياتك وفي يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم، وخير أيامك الذي يكون مع القرآن. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.